يا سلام على الجمال! بجد تستاهل التجربة. حاجة كده هتشرفك لو عندك عزومة، ويا سلام بقى لو راضية على جوزك وأولادك وفكرتي تعملي لهم الصينية الجميلة دي. سهلة وبسيطة، مش هتاخد منك وقت ولا مجهود، وفي نفس الوقت هتديكي نتيجة مرضية جدا. لازم بجد تجربيها. شايفين؟ حاجة كده ملهاش حل. مستوية جدا ودايبة خالص اهو. الله، الخضار بتاعها بالصوص خرافة اهو. يا نهار ابيض! يلا بينا بقى على الفيديو عشان نشوف العظمة دي اتعملت ازاي. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وحشتوني جدا متابعيني الغاليين من الفيديو اللي فات. الفيديو بتاعنا النهاردة هنعمل كده فرختين بطريقة جميلة جدا وسهلة، وطعمها ملهوش حل. زي ما انتوا شايفين معانا فرختين. الفرخة عاملة كيلو و500 جرام. غسلناهم كويس ونقعناهم في الملح وفي الليمون، وزي ما انتوا شايفين كده الجلد مفصول عن اللحم عشان نعرف نتبلها. تبلناها ازاي؟ جبنا معلقتين من الصلصة، حطينا معلقة توم باودر ومعلقة بصل باودر ومعلقة من البابريكا، فلفل اسود وملح، وكيس مرقة دجاج فورية. مزجناهم كويس جدا، معاهم معلقة زيت. طبعا كل المكونات اللي قلتها دي هكتبها لكم في صندوق الوصف علشان تكتبوها. ابتدينا بقى دلوقتي نتبل الفرخة كويس. تبليها بقى كده وغرقيها في التتبيلة الحلوة دي اهو. تمام. طريقة الصينية النهاردة جميلة جدا، ومش هتاخد منك ولا وقت ولا مجهود خالص اهو. هنتبلها كويس وبعدين هندخلها في الفريزر لحد الصبح. هندخلها دلوقتي والصبح نطلعها عشان نشتغل فيها على طول. طلعنا الفراخ بتاعتنا وبدأنا نجهز في المكونات. معانا حبيتين من البطاطس وحبيتين من الجزر، وبرضو حبيتين من الطماطم، وشوية من الفلفل الألوان، وكمان فلفلتين كده حراقين حسب الرغبة طبعا. قطعناهم بالشكل اللي انتوا شايفينه. هنقطعهم كلهم كده حلقان، حتى الطماطم كله يتقطع بنفس الشكل ده. ويلا بينا بقى نشوف الخضار ده هنعمل فيه ايه. احنا هنا جهزنا بولة، حطينا فيها معلقة كبيرة من الصلصة، وشوية من الفلفل الأسود، وشوية من الملح، وكيس مرقة دجاج فورية. وهنبتدي بقى نخلط كل المكونات دي كده مع بعضها، وهننزل عليهم بشوية صغيرين جدا من المية. ما تكتريش المية، كده كده الفراخ فيها مية بتنزل والخضار كمان. وهنحط بقى معلقة كده متوسطة من زيت الزيتون. مفيش زيت زيتون، البديل طبعا الزيت العادي بتاعنا. الصوص الجميل بقى ده هننزل فيه الخضار بتاعنا كله اهو. يلا قلبي بقى الخضار ده كله في الصوص وشربيه منه كويس جدا. تمام. اركني بقى البولة بتاعتك دي على جنب، وابتدي اجهزي بالكيس الحراري. جهزنا الكيس الحراري، هننزل بقى بالخضار بتاعنا ونوزعه كده كويس من تحت في الكيس. طريقة جميلة جدا وطعمها ملهوش حل. شايفين الخضار ده بالصوص بتاعه بعد ما يتحط كده في الصينية بجد من الحاجات اللي هتحبيها قوي، واولادك هيطلبوها منك كتير. قلبي بقى كده شوية في الكيس. تمام. خلي بالك بقى في المرحلة دي وانتي بتحطي الفراخ تكوني حريصة جدا عشان الكيس ما يتقطعش منك اهو. اظبطي بقى الفراخ بتاعتك كويس كده وبالراحة خالص. شرايح الطماطم بقى بتاعتنا نكون مجهزينها عشان نحطها من فوق الفراخ.
هنرصها كده من فوق. تمام. ابتدي بقى هنا خرجي الهوا كويس جدا من الكيس، واقفليه كده زي ما انت شايفه انا بقفله. خلي بالك وانت بتقفليه تكوني متمكنه جدا عشان ما يتفتحش منك جوه الفرن. الكيس الزياده من فوق ده هنقصه كده بالسكينه عشان ما يتحرقش مننا. جهزنا الكيس بتاعنا خلاص. خله بقى كده وابتدي اعملي فتحات في الكيس بتاعتك من فوق عشان التسويه بتاعته تكون سليمه. هي الفراخ ما اخدتش وقت خالص، تقريبا نص ساعه على درجه حراره متوسطه. صينيه زي ما انتوا شايفين فيها ميه، وهنبتدي بقى ندخل الفراخ بتاعتنا وعلى الفرن على طول. شايفين ما خدتش مننا وقت خالص ولا مجهود، وبجد هتديكي طعم وحاجة كده ملهاش حل. لازم تجربيها. جهزنا بقى دلوقتي القالب اللي هننزل فيه الفراخ بتاعتنا. هنعمل لها فتحة كده في الكيس من تحت اهو. مش قادرة اقول لكم الريحة طالعة عاملة ازاي، حاجة كده وهم. الله. جهزنا بقى هنا معلقة صغننة من الصلصة، عصرت عليها نص ليمونة، وهنزل عليها بمعلقة صغننة من دبس الرمان. هقلب بقى كل ده مع بعضيه، وادهني بقى الوش بتاعك كده وخليه يلمع. يا سلام. هنرجع ندخلها الفرن تاني، بس هنفتح عليها شواية من فوق. يلا على الفرن على طول. ودي بقى كانت الصينية بتاعتنا، ودي كانت النتيجة. بجد هي تستاهل ان انت تجربيها. حلوة جدا لو عندك عزومة، شكلها جميل جدا على السفرة، وطعمها ملهوش حل اهو. الخضار بتاعها بالصوص حاجة كده وهم. شايفين مستوية كويس جدا، وزي ما قلت لكم اخدت بالظبط نص ساعة في الفرن، والشواية ما اخدتش اكتر من 10 دقايق. اول بس ما يحمر كده الوش بتاعها بتطلعيها على طول. الخضار بقى بالصوص مش قادرة اقول لكم اهو وهم. ده بقى كان الفيديو بتاعي النهاردة، اتمنى يكون عجبكم، ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش دعمي بالشير وباللايك. شكرا ليكم ولمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله.